جماعة قالوا كان عمرك طال تشوف ضبح الجمال. أنا زمان الثورة سامع لي مصطلح عند القحاطة بقول لك سواقة بالخلا وديل سايقينهم بالخلا وده ساقوه بالخلا كمصطلح. يعني شايف وسامعه، لكن كنت بستغرب الزول ده بسوقه بالخلا كيف؟ يعني زول ناس عديل بيسوقون بالخلا لحد ما جاء زمن الحرب بس. حد بعد ذاك شفت ناس عديل سايقينهم بالخلا من الطينة أو من الجنينة بالخلا ما بخشوا مدينة ولا بخشوا قرية، ماشيين بالخلا لحد وصلون وادي الغنام. قالوا لهم انتوا اقعدوا هنا، والطيران يومي بدق فيهم يومي كاتل فيهم نفرين ثلاثة ويقول لهم يا اخي الموت ده شهيد. شهيد كيف؟ شهيد الفلول. قاعد اتخيل يعني سواقة بالخلا عديد، يعني من الجنينة سايقينك بالوادي يا راح عشان تحارب الفلول. كم موت شهيد. عرفت الناس دي سواقة الخلا كده، وفعلا القحاطة ساقوا المساكين ديل بالخلا لحد جابوهم محل التهلكة. لكن الآن مستغرق في الشهيد. يعني تخيلت يوم القيامة جاءوا الشهداء، شهيد من أجل الوطن قال الجنة، شهيد من أجل الدين شهيد، شهيد من أجل العرض شهيد. أنت شهيد شنو؟ كان والله شهيد الفلول. يا أخي شهيد الفلول بتاع شو نازل؟ الدين ما فوق حاجة اسمها شهيد. أنت استشهدت عشان الفلول أو ما أنت قاتل الفلول استشهدت؟ يا ناس، الناس دي الواحد أبوه دقنه أكبر من دقن سنداء. لما تتكلم مع أولادكم ما في شهيد فلول يا أخي. أرجعوا كده راجعوا الدين ده فوق شهيد، شهيد الفلول يا زول. دي سواقة بالخلا ذات اللي بيقولوها الناس دي. يعني انت كده تخيل نفسك انت كجنجويد جاي قاطع لك فيها في مدينة مخلوك تخشها بس بالخلا السواقة بالخلا دي كيف؟ السواقة بالخلا تاريخ زي ده. فيالقى حاطط بتهاتوا بانه ده سايقينه بالخلا وده سايقينهم بالخلا وده سايقينهم بالخلا، لكن انتوا كنتوا بتمهدوا عشان تسوقوا ناس ابرياء، ناس ثروة حيوانية، ناس زراعة، تسوقون بالخلا.